السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. نبدأ هذا الفيديو بخبر من تشيلي: إعصار من النار يضرب تشيلي، إعلان حالة الطوارئ في 3 ولايات. لكن في البداية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تنسوا دعم هذا المقطع بالإعجاب. وإذا أردتم أن يصلكم كل جديد فاشتركوا في القناة. إعصار من النار في تشيلي، إعلان حالة الطوارئ في 3 ولايات. يظهر في الفيديو الناس تفر من منازلها وتدمير 1800 منزل واحتراق أكثر من 2600 مزرعة بما فيها من مواشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الإعصار الناري هو أحد أنواع الأعاصير التي تحدث بشكل نادر في أنحاء متفرقة من العالم، وهو عبارة عن زوبعة كبيرة من اللهب تحدث عندما تجتمع حركة الرياح على شكل دوامات مع وجود ألسنة اللهب على الأرض، بحيث تتكون دوامة نارية عمودية. العديد يسمون هذه الظاهرة باسم شياطين النار، وهي ظاهرة نادرة الحدوث، تحدث في ظل ظروف معينة اعتمادا على درجة حرارة الهواء والتيارات. وهو إعصار يتكون من عمود من الهواء والنار، له حركة دورانية. تتولد معظم الأعاصير النارية من حرائق الغابات، وقد لا تتجاوز مدة هذه الأعاصير عشرات الثواني أو الدقائق، لكنها تحدث دمارا هائلا لكل ما تلاقيه في طريقها. ومعظم أعاصير النار لا يزيد عرض ألسنتها عن 8 أمتار، وطولها على 70 مترا. وهي من الإعجاز العلمي الذي تحدث عنه القرآن وكشفه العلم الحديث، ما جاء في قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سورة البقرة، الآية 266. سلم يا رب سلم. شكرا جزيلا. دمتم في أمان الله.